عدم تعاطي المجلس الوطني التأسيسي مع قضية تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بجدية، ومغازلة بعض الفاعلين فيه للوبيات الصهيونية على حد اعتبار ملاحظين، مقدمين تنازلات بدأت بحذف الفصل 27 والذي ينص على تجريم كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، جعل من الائتلاف المناهض للصهيونية يعمل على التصعيد في حراكه الشعبي من خلال الضغط على السلطة التشريعية حتى تعيد الاعتبار لهذا الفصل. السلطة الحاكمة الترويكا وأساسا حركة النهضة عازمة على ربط علاقات مع الكيان الصهيوني. الشيء هذا اللي كان المخلوع بن علي ما كان يعمله تحت الطاولة، النهضة تعمل فيه فوق الطاولة وعلى مرأى من الجميع ومتحدية إرادة الشعب. هذايا كانت مفاجأتنا أكبر عندما استمعنا إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر وهو يلقي يعني ندوة صحفية في فيينا في النمسا، ويقول بأنه لا يرى مانعا في إقامة أي علاقات مع ما سماه إسرائيل، وكل أنواع العلاقات عبر عن استعداده لإقامتها. هذا الائتلاف يرى أيضا أن الضغوط الخارجية التي سلطت على المجلس التأسيسي خاضعة للبرنامج الاستراتيجي لمشروع الشرق الأوسط الجديد، وأنه من الواجب وضع حد اليوم لما أسموه بغول التطبيع الذي يهدد المنطقة. الفصل هذا سحب نتيجة ضغوط أجنبية. الناس كل تعرف أنه أفيغدور ليبرمان بنفسه كان قال احنا مارسنا ضغوطات بواسطة أوروبية على تونس. نحن نعتبر أن الخضوع للضغوط الأجنبية من أجل سحب الفصل 27 من الدستور التونسي هو انتهاك للسيادة والكرامة التونسية. حملة تجريم التطبيع لا تزال متواصلة من خلال الوقفات الاحتجاجية التي تنظم من حين إلى آخر، فضلا عن التوجه إلى مختلف فئات المجتمع بالمناطق الداخلية وتحسيسهم بخطورة هذا الفعل. نحن مضطرون لتجديد معناها الحملة من جديد، حيث معناها أقمنا يعني وقفة أمام المجلس التأسيسي، ثم هذا اللقاء الرمضاني، ثم فيما بعد سنقوم بحملات جهوية، وإن شاء الله ستتوج بمؤتمر يعني وطني لمناهضة التطبيع. ضمن في الدستور ولكن سرعان ما وقع حذفه الفصل 27 والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي يدور حوله جدل كبير خلال هذه الأيام، خاصة بالنظر إلى الضغوطات الخارجية التي تلقتها السلطة التشريعية مقابل عدم إدراج هذا الفصل. يسرى والناس، قناة الاتجاه، تونس.